اوعدك لما تشوفي طريقتي النهارده في المافين كيك مش هتعملي غير الطريقه دي، لانها سهله وبسيطه وبجد بتطلع معايا نتيجه فوق الرائع. زي ما انتم شايفين غرقانه كده في الشوكولاته من جوه ومن بره، حاجه كده فعلا تستاهل التجربه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة أنا معايا هنا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، حطيت عليهم نقطتين من الفانيليا وكوباية من السكر، وبمضرب يدوي عادي جدا، لا استخدمت لا كهرباء ولا خلاط ولا حاجة. ابدأي اخلطي البيض مع السكر لحد ما لون البيض يبقى فاتح معايا والسكر يدوب. تمام كده. في المرحلة اللي بعد كده هبدأ بإضافة علبة من الزبادي بوزن 105 جرام. تمام. وكمان هحط نص كوباية من الحليب، وكمان رشة من الملح، ومعلقة كبيرة من الخل. والزبادي على فكرة ممكن تعوضيه بحليب، مفيش مشكلة، يبقى كوباية حليب كاملة. كمان حطيت هنا نص كوباية من الزيت. ابدأي بقى اخلطي كل المكونات اللي احنا حطيناها دي كلها مع بعضها كده لحد ما يمتزجوا مع بعض، كله برضو بالمضرب اليدوي. بعد ما ضربناهم كويس وخلطناهم مع بعض، هنبدأ بقى في إضافة المكونات الجافة اللي هي عبارة عن ايه. انا معايا هنا كوبايتين من الدقيق، طبعا بحب انخل الدقيق زي ما انتوا عارفين. كمان هحط هنا تلت كوباية من الكاكاو، يعني اقل من النص بشوية، او لو تحسبيها بالمعلقة هيبقوا حوالي 4 معالق من الكاكاو. كمان حطيت هنا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان معلقة صغيرة من الكربوناتو المخصص للحلويات اللي هو بيكربونات الصوديوم. وهبدأ دلوقتي ان انا اخلط كله مع بعضه كده، المكونات الجافة اللي انا حطيتها دي مع المكونات السايلة لحد ما يبقى معاكي الخليط بتاع المافن جاهز. تمام. طبعا هنا المافن بيبقى الخليط بتاعه اتقل سيكة شوية من بتاع الكيك العادي، يعني ما بيبقاش نفس القوام بتاع الكيك، خفيف شوية، يعني ده بيبقى اتقل شوية. حطيت هنا كمان ربع كوباية من الشوكليت شيبس، وطبعا دي احنا بنجيبها من عند اي عطار، عشان عارفة ان السؤال ده هتسأله. دي بتتجاب من عند اي عطار او اي حد بيبيع مستلزمات حلواني. بعد كده خدتها مباشرة وحطيتها في القوالب بتاعة الكب كيك دي، بمساعدة طبعا المعلقة بتاعة الايس كريم او اي معلقة عندك ممكن تستخدميها تقدم معاكي الغرض. طبعا بنملى التلتين وبنسيب التلت عشان يطلع، نديله مساحته ان هو يطلع فيه. بالنسبة بقى للقطة الأخيرة بقى دي هنعمل ايه. هنحط هنا شوكو كيوبس اللي هي من كواليتي تارجت، او اي مكعبات شوكولاتة عندك براحتك، بس دي فعلا ممتازة ممتازة، ودي بالحليب. اولا ما بتسحش على المافن بتاعي وبتفضل ثابتة زي ما هي، لكن بتدي طعم فوق الرائع ليه. هندخله دلوقتي على فرن سخن على درجة حرارة 200 او 180 على حسب فرنك ودرجة الحرارة. طبعا انا هنا مشغله فوق وتحت لو متاح، لو مش متاح هتشغلي تحت الاول وبعد كده فوق. وده كده شكله، شايفين الشوكولاته